ليه مش بتتفاوض على المرتب بتاعك؟ هو ده عيب وانا مش عارفه؟ انا كهايرنج مانجر بيعدي عليا حاجات وناس كتير بتكلمني في حاجات بتعصبني، بس مفيش حاجه عصبتني اكتر من الموقف ده. صديق ليا كلمني بيقول لي ان هو مبسوط جدا انه قبل عرض في دوله من دول الخليج اون ذا سبوت. اول غلطه. فقلت له ايه ده، انت قبلته خلاص ما تفوتش؟ فقال لي لا، سالت اصحابي ولقيته مرتب حلو جدا، دول بيقبضوا نص الثمن. طب ما في ناس تانية بتقبض 10 اضعاف. وبعدين مش عايزهم يفتكروني طماع. فحسيت اني محتاجه اكلمكم ان هل لسه في ناس مش عارفه ان النيجوشيشن ده ستاندرد في الهايرنج بروسس؟ مش معنى ان هم ادوك رقم انت ما فكرتش فيه او ما تحلمش بيه يبقى ده احسن رقم هتاخده. ده انت تفهم ان الشغل عليك والمسؤوليات عليك هتكون كبيره جدا، واي زياده هي زياده في مصلحتك ومش عيب ومش طمع. انا بقول لك اسال على الافريج سالري، ده بيكون عشان يعرفك حدودك ايه وايه المينيمم بتاعك، مش اول ما يدوك رقم تقبله. مفيش شركه بتديك احسن رقم عندها من الاول. وانا كنت بقول له اطلب 10 او 15% زياده، مش الضعف. فالكلام في المعقول تماما. بس اللي عصبني ان هو ابتدى يعمل كاونتر نيجوشيشن مع نفسه، يقول لي لا لا خلاص المبلغ كويس وانا هعمل ايه بالزياده. قلت له جيب بيهم شاورما حبيبي، مش مشكلتي هتعمل بيهم ايه، ده حقك. بس لما تبدا شغل تكتشف انك اندر بيد عشان قبلت اول اوفر، ساعتها هتعرف الغلطه فين وانا اللي اتعصبت. لو جالكوا اوفر وكنتوا مبسوطين بيه ومش عايزين تبيعوا طماعين بس مش عارفين تتفاوضوا ازاي، قولوا لي في الكومنتس وانا هرد عليكم. Let's know